صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل ان شاء الله مع بعض فيديو الكابوريا، مأكولات بحريه. هنغسلها غسيل كويس قوي تحت الميه الجاريه زي ما انتم شايفين. انا جايبه النوتيو مش الدكوره. كابوريا ما يتاكلش فيها الا النوتيو ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا غسلتها غسيل كويس قوي قوي قوي، وبعدين حطيتها في ميه وليمون ومعلقتين خل يجي نص ساعه لغايه ما تشيل زفرتها، ولو فيها شويه رمل او اي حاجه يعني اي حاجه وحشه ولا حاجه تظهر وتطلع منها. طيب انا عملتها كده. الخطوه الجايه ايه؟ ان شاء الله هنروح على النار، احط معلقه زبده ومعلقتين زيت على النار. بهاراتي فيها ايه بقى؟ بهارات الكابوريا. اي مأكولات بحريه ما تفتكسيش فيها، يعني ما تفتكسيش، ما تعمليش الحاجات اللي بتقعد تنزل على النت. كل ما يكون الحاجه طبيعيه كل ما توصلي الاكل طعم، واكلنا الطبيعي بتاعنا احنا ما نحطش فيه اي اضافات. يعني تلوحيها بمعلقه زبده ومعلقه سمنه وتنزليها تاخد صدمه، تنزلي عليها بصلايه وفصين توم، عليهم كمون وكزبره وفلفل اسود وبابريكا وكمون وفلفل اسود. بس ما فيش اكتر من كده بهار، يعني ما نزودش على الكابوريا او اي سمك بحري اكتر من كده. هم عاشقين للكمون وللكزبره. بحط معلقه فلفل اسود، يعني بتعزز النكهه شويه، ولو في اي ريحه او اي حاجه ما بتظهرش في الطبخه وانت بتطبخيها. احنا هنروح على النار نحطها في الصدمه ونشوف هنعمل ايه. انا هاكلها صدمه اهو على النار، معلقه زبده ومعلقتين زيت. شايفين بدات تغير لونها اهو. افضل اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده علشان كله يشرب من الزبده. شايفاها تاخد؟ سامعين الصوت؟ ريحه بقى، ريحه ما اقولكوش بقى. نظافه حلوه قوي، واخده حقها في التنظيف ما شاء الله. ايوه يا بتزن معايا اهي. نزلت صوص كمان، يعني انا لسه ما حطيتش ميه ونزلت صوص اهو. شايفين ما شاء الله كده؟ خلاص يا حبايبي، خد الصدمه وشايفه غيرت لونها ازاي. شايفين ما شاء الله ما شاء الله؟ شوفوا عاملين ازاي. هنزل عليها البصله المرتب البهار. اعملوها بالخطوات دي وانا واثقه ان انتم مش هتندموا عليها. يا ريت نجربها كلنا بالطريقه دي. بصله، فص توم، بصله مرتب وفص توم، وهسيبها تاخد من النكهه بتاعتهم مع البهارات. كمون كزبره فلفل اسود، واللي انت رغباتكم ايه في الشطه، يعني اللي انتوا عايزينه بقى من الشطه. هسيبها مع بعضها تلف مع بعض كده بالبصله المرتب بهارها، وبعدين هنزل عليها ميه سخنه تغلي. هسيبها يعني ربع ساعه وهنطفي عليها. بس انا هتابعكم اول باول واوريكم شكلها عامل ازاي. ما شاء الله، صلوا على من انار الكون نورا وايمانا، عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين الحلاوه دي والجمال ده؟ مكونات بسيطه كلها حاجات طبيعيه بدون اي افتكاسات. شايفين الجمال ده والروعه دي؟ هقلب بس اللي تحت فوق واللي تحت عشان كله اللحم بتاعه يستوي. شايفين اللون الجميل ده والحلاوه دي؟ هي دي الكابوريا ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. بحاول انزلها كده
في الشوربه بتاعتها عشان تستوي. شايفين اللون الجميل ده؟ تبارك الرحمن ما شاء الله. هو ده الشغل، شيء لزوم الشيء، ده الشغل اللي على ميه بيضه زي ما بيقولوا. انا هسيبها تستوي ونرجع واحنا بنغرف نشوف مع بعض. شايفين كده ما شاء الله. خلاص بقى احنا كده طابت واستوت، يا دوب على الاكل والغرف على طول كده. المأكولات البحرية ما بتاخدش كتير على النار، ما بتاخدش وقت كبير على النار. شايفين؟ ان شاء الله واحنا بنغرف باذن الله هنشوف شكل الغرفان عامل ازاي باذن الله. كده يا حبايبي احنا خلصنا جمبري ما شاء الله، مستوي معايا وزي القشطه. شايفين؟ ما خدش 5 دقايق على النار، حاجات طبيعيه. وده الشوربه بتاعته، اظن هي مش محتاجه ان اتكلم، هي بتتكلم عن نفسها. عملت جنبها رز بسمتي ودي الكابوريا. فيديو الكابوريا ازاي انا طبخته وخلصته وعملته ازاي هنزله لكم فيديو لوحده. انا هنزل الفيديو بتاع الكابوريا لوحده والجمبري لوحده. احنا شايفينها ما شاء الله. شايفين الكابوريا وجمالها. ده فيديونا بتاع النهارده، خطوات بسيطه. يا ريت محدش يحط اي افتكاسات في الاكل بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي. جمبري معانا اهو ما شاء الله، شويه جمبري جنب طبق الرز ولا اروع من هذا. حاجه يعني ايه، تحفه. ما شاء الله تبارك الرحمن. الرز البسمتي عندكم الطريقه على القناه، اللي محتاجها يخش يبحث ويجيبها يتفرج عليها. ده انا عايزه اوريكم شكل الشوربه من قرب. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ده الفيديو النهارده بتاع اليوم، مأكولات البحرية بتاعتنا النهارده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنة وحضراتكم طيبين.